ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. يلا النهارده نعمل مع بعض حواوشي سينابون بعجينه طريه جدا غير عجينه الحواوشي اللي بعملها معاكم. هنبدا مع بعض بمقادير العجينه. هحتاج كيلو دقيق وهحط عليه معلقه كبيره سكر وباكو بيكنج باودر ونص معلقه طعام خميره فوريه ورشه من الملح، ولو عندكم لبن بودره ممكن تحطوا 3 أو 4 معالق طعام وتستغنوا عن كوب اللبن، ولكن انا حطيت كوب لبن وعلبة زبادي حجم متوسط. وهنلم العجينة شوية وهننزل بكوب من المية، والافضل بلاش تحطوا الكوب مرة واحدة علشان نوع الدقيق كل واحد بيختلف عنده. وهنعجن العجينة كويس ونضيف في الاخر ربع كوب من الزيت، وهنكمل عجن ونشيل العجينة على جنب تخمر شوية. ويلا نحضر حشوة اللحمة. هحتاج لفلفل الوان اصفر واحمر وواحدة خضراء وجزرتين واربع بصلات، 2 احمر و2 ابيض، ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. وهروح افرم الخضار في الكبة واصفي منه السوائل اللي فيه. والكوب ده انا بحتاجه بعمل بيه فراخ مشوية، نزلتها على القناة هنا ليكوا قبل كده، بتطلع طعمها يجنن ما شاء الله. طبعا تقدروا تزودوا اللحمة براحتكم، انا ما كانش عندي غير الطبق ده مفروم، الباقي كان شوي. وهبدأ ابهر اللحمة والخضار بمعلقة وربع صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة 7 بهارات، ولو مفيش ممكن تحطوا بهارات لحمة مكانها عادي، ربع معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، رشة حبهان مطحون أقل من ربع معلقة كده. ونخلط كله سوا ونضيف في الآخر معلقة طعام تسيح ليا، ولو مفيش حطوا سمنة بلدي، واخلطوا كله كويس لغاية لما المكونات تتجانس تماما. هرش دقيقة على الترابيزة وهقسم العجينة لجزئين وافرد كل جزء على شكل مستطيل عادي كده زي السينابون يعني. وواحدة حطيت الأول جبنة موتزاريلا وبعدين وزعت اللحمة فوقيها ولفتها الرول، وبسكينة قطعت قطع عشوائية. هتبقى جميلة وتحفة لو عملتوها ميني سينابون، ولكن مع الأسف أنا كنت مستعجلة جدا فكنت عايزة أنجز ومش فارق معايا الشكل. والجزء التاني من العجينة حطيت اللحمة الأول وبعدين الجبنة، وبالسكينة عملت خطوط طولية كطريقة تانية لللف. ياريت تنتبهوا ان طرف العجينة تثبتوه من تحت كده علشان ما تفتحش منكم في الفرن وهي بتستوي، لان هي لسه هتخمر كمان، وكمان بيزيد حجمها اكتر في الفرن. دخلتها فرن سخن على درجة حرارة عالية لغاية لما اخدت اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. كمان الوصفة دي تحفة في اعياد الميلاد، او لو هتعملوها مشروع ميني سينابون حواوشي وتحطوا صوصات معاها وتتباع. انا عملت جنبها صوص احمر بتاع البيتزا وكان خطير معاها، وحطيت صوصات مايونيز وكاتشب، وتقدروا تحطوا اي صوص تاني تحبوه. وبألف هنا وصحة وعافية.